يعني في السوشيال ميديا او عموما الثورة المعلوماتية اللي حصلت في الفترة الأخيرة، لا هو انت لو عاوز تحصلي على معلومة دقيقة في أدوات تانية زي البحث على الويب او كده، ده غالبا بتديكي معلومة دقيقة للأمانة، معلومات قريبة من الدقة. مشكلة السوشيال ميديا ان احيانا المريض بياخد المعلومة من مريض تاني، احيانا بياخد المعلومة من حد عاش تجربة سواء حقيقية او غير حقيقية وبينقلها له. والحقيقة ان احنا برضو كجراحين، عشان ما نبقاش بنتهم الناس بكل حاجة، احنا كجراحين ما نقلناش الحقيقة للناس بدقة، فبقى بيدور ويتحرى الدقة عند حد تاني غير الدكتور عشان اعتقادا منه انه هيقول له الحقيقة او ان مفيش مصلحة انه يقول الحقيقة. بمعنى ان مثلا يتقال على شفط الدهون جلسة، شفط الدهون عملية يا جماعة في أوضة عمليات، مش حاجة اسمها جلسة. شد الجلد لو في ترهل كبير، شد الجلد بدون جراحة، مفيش حاجة اسمها كده. الجلد ترهل وسقط من مكانه لازم يبقى فيه جرح. الأجهزة الجديدة اللي دخلت معانا دلوقتي زي مثلا أجهزة الار اف، الفيزر، الايبكس 1، الرينوفيون، اضافت لشد الجلد. بس برضو مش كل العيانين هينفع نعمل لهم الاجهزه دي، وغيرها وغيرها. ان الانف السميك، ما اقولش ان الانف السميك عمر نتيجته ما هتطلع زي الانف السان سكان. كل ده بيخلي المريض يدور على شانلز تانية، ناس تانية يسمع منهم، ترضيه او ترضي تقول او الحقيقه اعتقادا منه بيقول الحقيقه. فهي الموضوع بقى متداخل. السوشيال ميديا او الثوره المعلوماتيه اضافت ان المريض بقى عارف اكتر وفاهم هو داخل على ايه، واحيانا بيكون واخد معلومات مضلله من الناس اللي عاشوا التجربه.